الجزء الثاني اللي معانا يتعلق ب وضعيه صفقات الاهلي بعد ما عمر كمال عبد الواحد جوكر من جواكر الاهلي. طبعا الراجل بيلعب باك رايت وبيلعب هاف رايت وبيلعب ساعات راس حربه وساعات بيلعب باك ليفت. يعني الراجل يعني جوكر ولعب من نجوم الصامته. يعني عمر كمال عبد الواحد ده من نجوم الصامته وطلع عرض سيمي كليوباترا ورجع تاني. طيب اتقال ان هو ماشي وبالفعل بدات الناس تشوف ان هو بره الجروب بتاع الواتس. فجاه الصخره وائل جمعه بيعيد عمر كمال عبد الواحد الى جروب الواتس بتاعت لعيبه الاهلي ويخطروا بدخول فتره الاعداد وان هو يشتغل مع عموته وعشان ياخد فرصته. الكلام ده قاله مين؟ قاله والده الكابتن كمال عبد الواحد المعد البدني الشهير لمنتخبات مصر، منتخب مصر الاول ومنتخب مصر للشباب، وحصل على برونزيه كاس العالم للشباب مع كابتن شوقي غريب. الجيل الذهبي بقى حسام غالي، على جمال حمزه، على احمد ابو مسلم، على ابو المجد مصطفى، على رضا شحاته كابتن الفرقه طبعا رضا شحاته، على محمد صبحي. جيل ذهبي. والرياض محمد شوقي، مش عايزين ننسى حد. اليماني طبعا سامح حسني. فالراجل قال احنا تحت امر الاهلي واحنا اولاد الاهلي. وبالفعل عمر كمال عبد الواحد ما نطقش بكلمه لما طلع اعاره، وما نطقش بكلمه لما رجع، وما نطقش بكلمه لما طلع من جروب الواتس. ودلوقتي الراجل رجع تاني التمرين. هل سيكون لعمر كمال عبد الواحد دور حقيقي في الاهلي الموسم المقبل مع محمد هاني، خاصه وان النادي الاهلي تقريبا بدون يعني بديل حقيقي لمركز الباك رايت بعد من غير محمد هاني. يعني محمد هاني موجود في باك رايت، مش محمد هاني الاهلي ما عندوش باك رايت. احمد عيد خلاص تقريبا هيمشي، وحتى لو مشيش ما فيش قناعه بيه، وهو للاسف ما اثبتش جدارته بارتداء الفانله الحمراء منذ ان تعاقد معه الاهلي في يناير عقب نهائيات كاس الامم الافريقيه الاخيره. فعمر كمال عبد الواحد عاد للصوره من بعيد جدا عشان يدخل الاجواء مره اخرى. الحاجه الثانيه تتعلق بامام عاشور. النهارده ظهرت انباء تشير الى ان الاتحاد السعودي تلقى دعما ماليا كبيرا، وبالتالي اتحاد جده السعودي هيبدا يخاطب النادي الاهلي من اجل تقديم عرض رسمي لضم امام عاشور. طب لغايه دلوقتي ما حصلش، ولغايه دلوقتي في مناقشات بين اداره الاتحاد جده والمدير الفني بتاعهم بشان التعاقد مع امام عاشور. الحسين عموته المغربي مدير فني النادي الاهلي قال يا جماعه 1 اغسطس هيجي، انا ماليش دعوه بالكلام ده، مفيش لعيب هيطلع. فديدلاين بقى احنا بنتكلم في 4 ايام، 27 28 29 30 قول 31، 5 ايام. ده الحد الاقصى. 1 اغسطس جه، الحسين عموته مش هيسيب لعيب، وهو نفسه متحفظ على رحيل امام عاشور. ومتحفظ جدا، خلي بالك، لو انت متحفظ على رحيل امام عاشور ومتحفظ جدا على رحيل مروان عطيه، لان هو شايف ان هو ملوش بديل حقيقي قوي من وجهه نظره. بخلاف ان بقى بدا الراجل يعيد وجهه نظره في فكره مركز 6. ما هو مش لاقي حد، والثغره دي هتعمل له مشكله، وعايز حد بنفس قوه مروان عطيه. طب بدا يشوف احمد رضا اللي برضه كان بعيد، شوف 2 جوان بعاد، عمر كمال عبد واحد ودلوقتي احمد رضا. فالراجل بدا يقتنع احمد رضا لعيب قوي، لعيب متميز، عنده امكانيات، كورته حلوه، والراجل ما خدش فرصه حقيقيه في الاهلي. ولما راح البنك الاهلي كان كويس، ما كانش وحش في الاعاره اللي خدها 6 اشهر، وطبعا جاي من بتروجيت. فقال لهم طب انتوا هتجيبوا لي حد من بتروجيت اللي هو ادهم حامد اعتقد، ولعيب كويس 26 سنه. قال لهم طب ما انا اشوف بس احمد رضا الاول. فبالتالي بدا احمد رضا يدخل الحسابات عشان يشوفوا الوضع ايه بالنسبه له. فاصبح ده جزئيه كمان بالنسبه للنادي الاهلي. طيب كمان الكلام بدا يروح حول الصفقه الخاصه ب
لاعب نادي انبي اللي النادي الاهلي كان بيتكلم عليه، اعتقد ادي احمد رضا، حميد عبد الله. فطبعا حميد عبد الله جناح، فالاهلي طلب حميد عبد الله، فانبي قال له لا، شروط اقطاي حاجه وعلي محمود حاجه وحميد عبد الله حاجه ثانيه. ليه يا عم؟ قال لك لا، القيمه التسويقيه بتاعت حميد عبد الله اعلى من اقطاي وعلي محمود. الاهلي طلب يتعاقد معاهم بنفس الشروط، فايمن الشريعي قال لك لا، انا عايز شروط مختلفه وحاجه ثانيه. هيحصل ايه؟ لغايه دلوقتي ما توصلوش لاتفاق. لغايه دلوقتي الامور ما اقدرش اقول لك ولا لا في موضوع حامد عبد الله جناح نادي انبي. هو كان لعيب كويس جدا الحقيقه، وعمل موسم جيد جدا مع نادي انبي. فهل هينضم بقى للمثلث انبي اللي راح الاهلي، اقطاي وعلي محمود ويبقى حامد عبد الله ثالثهم؟ لسه الدنيا مش واضحه المعالم. عايز كمان اقول ان سفيان بن جديده يعني هيصل القاهره او وصل القاهره النهارده، هيعمل كشف طبي. مجرد اجتياز الكشف الطبي الراجل هيتم يعني تفعيل عقده مباشره ويبدا التمرين مع الاهلي. يعني قالوا هيبدا من اول 1 اغسطس تفعيل عقده مع النادي الاهلي. ده بالنسبه لكل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وظروف تعاقداته في الفتره المقبله. بالمناسبه كان في حد قال ان يعني صحيفه المنتخب المغربيه قالت ان المقترح المصري بشان يعني زياده عدد الانديه قوبل بالرفض، وان الاجنده زي ما هي. اعتقد ان الناس من امبارح مهيئه نفسها للكلام ده. طبعا ده تقارير صحفيه، لكن في النهايه انا واحد من الناس بقول لكم خلاص بقى، يعني كابتن هاني بريده المقترح بتاعه لم يلقى قبولا لدى الاتحاد الافريقي. هنسمع خبر رسمي او مش هنسمع، خلاص ان هتعرف من الاجنده لما تعلن بشكل رسمي في الكونفدراليه. بالنسبه الكونفدراليه ما فيهاش لا بط ولا وز لا، الكونفدراليه فيها انديه يعني كثيره محترمه، على راسها طبعا نادي الرجاء المغربي الى جوار النادي الاهلي ونادي زد طبعا المصري.